السلام عليكم، أنا أوشين من محافظة الأقصر. أتمنى تتابعوني زي ما أنا بتابعكم بكل حب، وبحب تعليقاتكم جدا جدا جدا. النهاردة جاياكم بروتين يومي طبيعي بنعمله كلنا كل يوم. طبعا صحيت من النوم والبنات كانوا صحي وخلاص، قلت ادخل اروق الأوضة بتاعتهم مكان النومة. طبعا الروتين اللي انا بعمله لكم النهاردة روتين خفيف كده وبسيط، عشان حابة اتكلم معاكم في شوية حاجات هنتعلم فيها مع بعض. ازاي تفتحي قناة على اليوتيوب وازاي تفعليها، وكمان قبضت انا من اليوتيوب ونصايح لأول مرة ممكن تسمعيها من اي يوتيوبر مبتدئ، مهم جدا 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 علشان ما نقعش فيها كلنا، والقناة بتاعتنا تحقق لنا ربح وتكبر كمان وكمان. اول حاجة يا بنات، لو انت عايزة تفتحي قناة اوعي تروحي لأي حد وتقولي له افتح لي قناة. عايزاكي تدخلي على اليوتيوب وتدوري ازاي تفتحي القناة على اليوتيوب، وهتلاقي الخطوات بالتفصيل. عندك مجموعة من القنوات الشاطرة جدا اللي هي بتشرح بمنتهى البساطة، زي قناة رؤية للمعلومات، وكمان اشرح او تعلم واشرح او اشرح وتعلم، مش فاكرة بالظبط. دول احسن اتنين على اليوتيوب ممكن يشرحولك ازاي تفتحي قناة بالتفصيل من الخطوة من الالف للياء. ما تروحيش لاي حد. تاني حاجة بتدخلي تروحي تشوفي طبعا الشروط اللي انت ممكن من خلالها عشان القناة تتفعل ان انت تحققيها. اول خطأ ممكن كتير مننا يقع فيه ان هو يروح يشتري مشتركين من شركات معينة او من ناس بتبيع مشتركين وهميين. صدقوني اي حد هيقولك انا هضيفلك مشتركين حقيقيين، دول كدابين مليون في المية. مفيش مشترك حقيقي بيجي عن طريق الشركات. عايزة اقولك المشتركين الحقيقيين بيجوا عن طريق اليوتيوب، ان انت تنزلي فيديوهات والناس تتفاعل معاكي. تمام، تعملي تبادل للاشتراك، ولكن قصة التبادل الاشتراك مش كويس قوي، لان في ناس بعد ما بتشترك عندك بترجع تختفي عدد المشتركين. ما تروحيش تفعلي قناة عند شركة، لان مجرد ما بتفعلي القناة عند الشركات بتيجي تنزلي فيديو مش بتلاقي ولا مشاهدة على الفيديو بتاعك، رغم ان انت عندك عدد مشتركين كبار، فبالتالي كلهم مشتركين وهميين. فعشان كده عايزاكي تتعبي وتنزلي فيديوهات يومية، وكمان تعملي بث مباشر كتير علشان تفعلي القناة وتحققي عدد ساعات كتير. دي اول نصيحة ليكي، بلاش شغل الشركات. وكمان تاني نصيحة ليكي، بلاش شغل المجموعات، ان انتي تشتركي في مجموعات وتفضلي تسهري وتشاهدي دقايق عند الناس، وكمان عشان يشاهدولك، وفي الاخر صدقيني والله العظيم في ناس مش بتشاهد بصدق. وبعد ما بتسيبي المجموعة مجرد ما بتحسي بالتعب وبتحسي بالملل، صدقيني كل حاجة بتعمليها هتتفاجئي ان هي بعد خلاص سبتيها، هتتفاجئي ان انت مجرد اول فيديو بتنزليه بيبقى واقع. ليه؟ لان انت مجرد ما بتنزلي فيديو ايام ما كنتي مشتركة في المجموعات، سواء على الواتساب او الفيسبوك او الماسنجر. طبعا المجموعات منتشرة كتير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي هتلاقي الناس كانت مجرد ما بتنزلي فيديو لما كنتي مشتركة كانوا بيدخلوا يتفرجولك على طول. مجرد ما بتسيبي المجموعات دي مفيش حد بيدخلك، فبالتالي خلاص ما تأقلميش الفيديوهات بتاعتك ان لازم بتبقى المشاهدين يجي عن طريق المجموعات. لا، انا عايزاكي تنزلي فيديوهات يومية او كل يوم من تاني، وكمان تشاركي الفيديوهات دي على المواقع كلها، على الصفحة بتاعتك على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستا. تروجي للقناة بتاعتك بطريقتك، في مجموعة تعمليها على اليوتيوب او مجموعة خاصة تعمليها على الواتساب. فاهماني؟ فكل ده هيساعدك. فصدقيني والله العظيم انا جربت كل حاجة، يعني انا كل الكلام اللي انا بقوله لك من خلال الفيديو ده حصيل السنتين. متخيلين؟ ده حصيل السنتين. انا تعبت وشقيت فيهم. جربت تفعيل القناة عن طريق الفلوس، وللأسف انا ندمانة جدا جدا. عايزة اقول لكم ممكن تدخلوا عند قنوات كتير لسه ما اتفعلتش، ولكن عندهم مشتركين كتير وعندهم مشاهدات كتير. طب ليه لسه ما اتفعلتش؟ علشان في شروط تانية لازم تحققها، او هي لسه ما عملت ال4000 ساعة. ولكن كل المشتركين اللي بيدخلوا لها حقيقيين، فبالتالي دي احسن مني ومنك ومن اي حد تاني. فعايزاكي تتعبي وتكسبي مشتركين كتير عن طريق تنزيل الفيديوهات، وتدخلي تتابعي الناس، وتدخلي عند القنوات وتعلقي وتتابعي بصدق.
فهماني؟ وتردي كمان وتعملي بث كتير، لان البث المباشر بيدخلوا عندك ناس بيتعرفوا عليكي وتدخلي تتكلمي عليهم. انا ناس كتير على فكرة نصحتني ان انا اظهر بوشي واعمل فيديوهات، ولكن انا مش حابة ان انا اظهر بوشي على الاقل حاليا، علشان مش حاجة ولا اي حاجة خالص، ولكن انا مش حابة خالص ان انا دلوقتي اظهر بوشي، لان لسه قناتي صغيرة. ان شاء الله لما قناتي تكبر كمان وكمان ابقى اظهر بوشي يعني على اساس تبقى مفاجأة للجمهور. لو الجمهور حب المحتوى بتاعي مش مهم ان انا اظهر بوشي، يعني انا بالنسبة لي ان انا لو ظهرت بوشي مش حاجة مهمة قد ان انا المحتوى بتاعي اللي انا بقدمه بكون بخدم المتابع عندي. بس دي حصيلة كل اللي انا مريت بيه. بلاش شغل المجموعات، بلاش تدخلي عند الناس وتروحي تعملي تبادل، لان كل اللي بيدخل عندك صدقيني مش كله بيشاهدلك الدقايق، ممكن يوقعولك الفيديو، ممكن يعملولك نقرات غير شرعية، كل ده غلط في غلط. برضو نرجع لحاجة تاني، ان انتي ممكن تساعدك ان انتي ممكن تعملي تبادل فيديوهات على المنتدى، ومش كل الفيديوهات على فكرة اللي انتي تعملي لها مشاركة. ليه؟ لان ممكن فيديو يبقى هو حاطط عنده واخد عنده حظر، او هو عنده جايله عليه انذار من خلال موسيقى هو ضايفها عليها حقوق طبع ونشر، او من خلال حاجة مثلا مقطع سرقه من اي حاجة. يعني انا الحاجة دي مش برشحها قوي، لاني عليها بيبقى عليها اخطاء كتير. فاهميني عايزة اوصلك ازاي؟ لما تيجي تعملي مشاركة الفيديو يبقى لازم تسمعيه من الاول للاخر، وتتأكدي ان الموسيقى اللي عليه او كل حاجة معمولة مخدومة في الفيديو عن طريق الشخص اللي هو محمل الفيديو نفسه، مش سارق اي حاجة. تمام؟ فبالتالي هيجيلك مشاهدات عن طريق المنتدى اللي انتي نشرتي عنده الفيديو ده. فاهميني ازاي؟ بس ممكن الطريقة دي تساعدك، وكمان تنشري الفيديو بتاعك على المواقع الشخصية اللي عندك او الصفحات الشخصية بتاعتك. تخدمي الفيديو حلو كإنتاج، كتصوير، كإضاءة، كل ده هيرفع من المشاهدات بتاعة الفيديو، هيجذب لك ناس كتير. واهم حاجة من ده كله الصورة المصغرة والعنوان اللي انت بتحطيه على الفيديو، كل ده هيفيدك جدا 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 ان انت الفيديو بتاعك يتشاهد كمان وكمان. كمان موقع التيك توك بيساعد جدا ان القناة بتاعتك تكبر، وبيجولك زوار كمان عن طريق التيك توك. بس كده، ده حصيلة كل اللي انا عملته. طيب، هل انا قبضت من اليوتيوب؟ السؤال ده طبعا انا لسه لحد دلوقتي ما قبضتش اليوتيوب، ولكن بجمع في ال100 دولار، وان شاء الله قريب هقبض من اليوتيوب. وعايزاكي كمان عشان تحققي شرط ال10 دولار، اتمنى ان انتي تعملي بث مباشر كتير، لان من خلال البث المباشر هو اللي هيجيلك منه ال10 دولار. الناس هتدخلك ممكن تدعمك بال10 دولار اكتر من ان انتي تنزلي فيديوهات ومن خلالها تحققي سنتات او كده. عايزه اقولك كمان عشان ترفعي الدولار عندك بعد التفعيل، عايزاكي كمان يعني هو ال10 دولار ده بعد ما القناه بتتفعل بتبداي ان انتي تجمعي ال10 دولار. عشان ال10 دولار تجمعيها يا اما عن طريق السوبر شات، يا اما عن طريق البث المباشر، او عن طريق ان انتي تنزلي فيديوهات على طول والمشاهدات. ولكن انا برشح السوبر شات، اسرع واحسن كمان، بيحققلك ال10 دولار على طول. بس كده، ده حصيلة اللي انا محتوى الفيديو كله اللي انا قلته لكم. اتمنى ان انا اكون فدتكم في كل حاجة. طبعا خلصت الفيديو عندكم اهو، خلصت الروتين بتاعي خلصت اوضه البنات ودخلت على المطبخ. زي ما شايفين ابتديت ان انا اغسل المواعين بتاعتي علشان ابدا اروق المطبخ بتاعي واحده واحده. غسلت المواعين، بحب ان انا اجمع المواعين كلها واغسلها كده، وبعدين اشطف جزء جزء كده عشان ما استهلكش ميه كتير. بس كده. على فكرة المواعين دي كانت بتاعة العشاء وكمان بتاعة الفطور، عشان كده هي كتير قوي، فبعتذر جدا. طبعا المطبخ بتاعي كانت حالته صعبة شوية. قلت بقى قبل ما اروح اعمل اي حاجة او اعمل الغدا ولا حاجة، اروق المطبخ بتاعي. وكمان كان عندي فاكهة، ابتديت ان انا اغسل الفاكهة. عايزاكي تتعودي ان انتي تغسلي فاكهتك قبل ما تحطيها في الطباقة او الطباقة بتاعة الفاكهة نفسها. هقولك ليه.
علشان طبعا عندك الاطفال طبيعي لما بتلاقي فاكهة بتمسكها على طول من غير ما تغسلها، والفاكهة دي بيبقى عليها تراب من عند الفكهاني لان هي معرضة للاتربة وبتبقى مكشوفة. فعشان كده لازم قوي ان انتي تغسليها وتروحي تنشفيها وتسيبيها كده، عشان لو اي حد جه اخد منك عيل يعني جه تلافى الفاكهة ياخدها بمنتهى السهولة. بس كده. والله العظيم يا بنات الكلام اللي انا قلته في الفيديو محدش كتير هيقولهولك. بلاش تنزلي كمان عند منتديات كبار، لان هتلاقي الاسعار غبية جدا، اسعار صعبة جدا. عشان تنزلي فيديو تدفعي عليه 500 جنيه، ايوه 500 جنيه. ويمكن دلوقتي بعد الاسعار المهولة الاسعار رفعت طبعا، ممكن الله اعلم واعلم، في ناس كتير رفعت اسعارها. في ناس بتنزل فيديو واحد ب1000 جنيه، انا مش عارفة ليه، وفي الاخر يجيلك 300 400 الف 2000 مشاهدة بس، ومش هيدخلولك غير سنتات عشان تبقي عارفة. فبلاش تنزلي عند قنوات كبيرة. لو انتي مقتدرة ماديا وقادرة ان انتي تدفعي على طول بمعدل شهري عند القنوات دي، نزلي هيخدمك. لكن ما تقوليش ان انا معايا 500 جنيه هروح انزله عند قناة وفي فيديو واحد بس هتقولي لا ده انا هحقق منه شرط، استحالة. تمام. انا جربت فلوس ياما دفعتها عند قنوات كبيرة. عايزة اقول لكم ان دفعت عند كراميلا شانيل، عند ياسمين لو انتوا عارفين ياسمين، وكمان دفعت عند قناة واحدة كده يا ربي هي يوتيوبر معروفة يعني. تمام. هبقى لما افتكرها هقول لكم عليها. ونزلت كمان عند سارة اللي هي اخت اليوتيوبر التانية دي، هما 2 اخوات عاملين قناة. انا نزلت عند واحدة فيها اللي هي اسمها سارة ولا حاجة فادتني، ولا فيديو كمان دخلي حاجات، هي سنتات بس هي عدد مشاهدات. يعني كل القنوات كل الفيديوهات اللي هتدخلوا عندي هتلاقوا مثلا الفيديو جايب 2000 ولا كده، هتلاقوا ان انا كنت منزلها عند منتدى. بس خدمني والله ما خدمني خالص يا بنات. عايزه اقول لكم حتى هتدخلوا على التعليقات مفيش حاجه خدمتني خالص خالص. فبلاش تنزلوا عنده منتديات. عايزين ترفعوا فيديو يبقى ترفعوه وتخدميه حلو وكل حاجه، وتشتغل ان كل يوم تنزلي فيديو بس كده. لكن تنزلي لي عنده منتديات والله خساره الفلوس بجد، وفي الاخر يرجعوا يقولولك لا ده انت الفيديو بتاعك اصلا، انا مش مشكلتي الفيديو بتاعك مش حلو، رغم ان الفيديو بتاعك والله العظيم بتبقي خدماه حلو جدا جدا. بس كده. ده كده اكون وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى النصايح اللي انا قدمتها تكون عجبتكم. استنوني في فيديو جديد. استودعكم الله، مع الف سلامة يا احلى ناس في الدنيا.